السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وصفة النهاردة مميزة جدا جدا. عملنا احلى باتون ساليه بطريقة اقتصادية وسهل جدا جدا. وقد ايه هو هش جدا، شايفين السوا بتاعه خطير صراحة. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بينا كده نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة الخطيرة بتاعة الباتون ساليه دي. يلا بينا. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وسعادة وراحة بال. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله كما وكيف. اهلا بكم حبايبي في قناة الاكل احلى مع ولاء. النهارده هنعمل وصفة جميلة قوي. هنعمل باتون ساليه يا جماعة بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. عندي هنا زي ما انتم شايفين حطيت كوباية من المية، وهحط كمان ربع كوباية من المية. تمام، يبقى كده كوبايه ونص، كوبايه وربع سوري من الميه. عليهم معلقه صغيره من الخميره الفوريه، مش هكتر من الخميره. تمام، عشان هو بياخد وقت شويه، وعشان ما يفردش معانا قوي، او ما يخمرش معانا قوي، لانه بياخد وقت على ما بنعمله. تمام، هدوب الخميره كويس. وعندي هنا معلقه كمان من السكر. تمام، ادي معلقه سكر كمان. يبقى حطينا في الميه كوبايه وربع من الميه. تمام، حطينا في الطبق سوري كوبايه وربع من الميه، وحطينا عليهم معلقه صغيره من الخميره، مش هنكتر خميره، وكمان معلقه من السكر. هندوب بقى كويس كده الخميره مع السكر كويس. بعد كده عندي ايه؟ عندي معلقه من البابريكا ومعلقه صغيره من الكمون. لو حابه تنكهي باي نكهه تانية عندك مفيش مشكله، ممكن تحطي كركم. اي منكهات عايزه تحطيها حطيها اللي يعجبك. بس البابريكا بتدي طعم وشكل جميل جدا قوي للباتون ساليه يا جماعه. تمام كده، دوبت المكونات بتاعتي زي ما انتم شايفين كويس جدا. هبتدي انزل كمان بنص كوبايه من الزيت. الباتون ساليه على فكره الافران بيعملوها بالزبده يا جماعه او بالسمنه. انا عايزه اعملها وصفه اقتصاديه معاكم، حبيت اعملها معاكم بالزيت. تمام، وهقلب كويس جدا. بعد كده عندي نص كيلو من الدقيق هبتدي انزل بيه. عندي بقى الدقيق هبتدي انزل بيه. المقادير عندي مظبوطه على فكره، مش هتحتاجي تحطي دقيق ولا ميه. تمام، وهبتدي اقلب بقى كويس جدا. بسم الله، بالشكل ده. بس هدوب الدقيق الاول وبعدين اعجن بايديا. العجينه مش هتاخد اكتر من 5 دقايق. هبتدي اعجن بايديا بقى. بتني اقلب كده لحد ما اضيع الدقيق واعجنها كويس اهو بالشكل ده. في الاول هتبقى بتلزق، بعد كده هتلاقيها ثابت خالص من ايدك. هنا العجينه بتاعتي عجنتها لحد ما خلاص بقت طريه خالص، وفي نفس الوقت ما بتلزقش زي ما انتم شايفين معايا. تمام، عجينه حلوه قوي قوي. عايزه اقول لكم ان انا نسيت اقول لكم، لان انا كنت حاطه في الدقيق معلقه صغيره من الملح ومقلباها كمان. تمام، فهي عشان ما كانش باينه كنت نخلت الدقيق وحطيت ايه معلقه الملح الصغيره وقلبتها. تمام كده. كده خلاص هسيبها بقى ايه تستريح بس 10 دقايق ربع ساعه بالكتير، وابتدي ايه اشكل بقى زي ما انا عايزه. عندي بقى هنا للتزيين عندي سمسم، عندي حبه البركه، عندي كمون من الحصى. حابه تستبدلي اي حاجه باي حاجه مفيش مشكله، ممكن تحطي زعتر ناعم، زعتر خش، اللي يعجبك. المهم ده كان موجود عندي كمون وحبه البركه مع السمسم. حطيتهم وهحط عليهم معلقتين كده من الميه واقلبهم كويس عشان خاطر بس ايه السمسم والحاجات دي كلها تمسك في ايه في قلب الباتون سليم اهو بالشكل ده. كده تمام قوي. نيجي بقى للعجينه بعد ما ريحناها ربع ساعه. بسم الله. هنا بقى حطيت العجينه هنا على الرخام عشان اعرف ايه اشكلها زي ما انا عايزه، وابتديت ان انا ايه اقطع قطع صغيره كده، وهبتدي ابرم بقى ايه البصمات بتاعنا بالشكل ده، او الباتون ساليه بالشكل ده. بسم الله.
طبعا وانت بتفتليها كده بالراحه، بصوابع ايدك كده، تمام. وافتلي بالراحه، تمام، بالشكل دوت. بقطع حته حته صغننه كده اهو، وابتدي افردها بالراحه خالص زي ما انتم شايفين كده على قد الصينيه بتاعتي، وبروح قطعه. شايفين بتتفرد معايا بكل سهوله اهي. وبروح جايه على الطبق اللي فيه السمسم والكمون وحبه البركه، واروح ايه، واروح حطها واحده كمان كده مع بعض اهو. ابتدي افرد اهي بكل سهوله، بتتفرد معايا. وطبعا لازم ترفعيه عشان لما بيقعد شويه الباتون ساليه بيتخن معاكي كده، هيقلب لبصمات، تمام. فاحنا نرفعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده اهو. وبروح حاطاه كده اهو، وبروح حطاها بقى في الصينيه. بصوا عملت حبه حلوين اهو، عملت كذا حبه اهو بالشكل ده. شايفين الجمال؟ شايفين رفعه قد ايه يا جماعه اهو، زي ما انتم شايفين بالطريقه دي. وبخلص بقيه الكميه بسم الله ما شاء الله، نص كيلو. شايفين عملت 3 صواني ولسه كمان في على الرخامه كمان، تمام كده. هبتدي ان انا ايه اخلص بقيه الكميه اللي عندي. عملنا كميه حلوه بقى من الباتون ساليه بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، ولسه في كمان، تمام. هولع بقى الفرن وهنشغل على درجه حراره 200، ونشوف الجمال ده بعد ما يطلع من الفرن عامل ازاي. وده كده شكل الباتون ساليه بتاعنا. شايفين الجمال بعد ما خرج من الفرن؟ بسم الله ما شاء الله، جميل قد ايه. ده التسويه بتاعته، وبألف هنا وشفا. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش طبعا في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.